الاكتئاب صار جزء من حياة كثير من الناس، ونعرف إنه أغلبنا يمشي وهو مو فاهم اللي بيحس فيه اسمه اكتئاب. تحس نفسك فاصل عن العالم، طاقتك صفر، كل شيء ثقيل، وتبدأ تكره اللحظات اللي كنت بتحبها. والمشكلة المجتمع الحين يقلد من اللي بيصير معه، يقول لك شد حيلك، كبر مخك، أو أنت تبالغ. الاكتئاب حقيقي، ما أقول لك لا، ويأثر على كل شيء، شغلك، علاقاتك، نومك، حتى طريقة تفكيرك في نفسك. والأشد خطورة لما يصير اكتئاب حالة عامة بالمجتمع، يحتاج يبكر، المشاكل تكبر، الناس تصير أقل رحمة وأكثر توتر. مجتمع مكتئب يساوي مجتمع ما يتحرك للأمام. طب شو الحل؟ هل تقدر تطلع منه؟ أكيد تقدر، والموضوع مو بسحر، لكن يحتاج منك شوية شجاعة. وأنا أقول لك الاكتئاب هو اختيار، بيدك إنك تطلع منه وبيدك إنك تبقى فيه. تقدر تتكلم أو تطلب مساعدة من طبيب أو صديق أو شخص ترتاح له، لكن بالأخير راح ترجع لغرفتك 4 حيطان مع نفسك، وترجع تفكر في نفس الموضوع اللي دخلك الاكتئاب، سواء علاقاتك أو حالتك النفسية أو المادية أو شو ما كان صار معك اللي وصلك لهاي المرحلة. ولازم تكون بتنظيف محيطك من أي ناس سلبية، علاقات سامة، قسم بدون تردد، خطط ضغطك. يومك مو لازم يكون كامل، يكفي انك تتحرك خطوة كل يوم، واعتني بجسمك، نوم، أكل، وحركة بسيطة. يمكن تبان أشياء تافهة، لكنها تغير مزاجك بطريقة ما تتوقعها. وأهم نقطة، مو عيب انك تحس انك ضعيف، عيب انك تضل ساكت وتخلي الشيء ياكلك. انت أقوى من اللي تمر فيه، وتقدر تطلع خطوة فوق خطوة كل يوم.